بسم الله الرحمن الرحيم. هذه واحد القصة عجيبة، سميت العنوان ديالها بقال على باب الزقاق. قال الأصمعي: كنت بالبصرة أطلب العلم، أتعلم اللغة وأكتب الأخبار، وكان رزقي ضيقا، وكان على باب زقاقنا بقال في شدة جوعي ألجأ إليه ليعطيني قطعة جبن أو قطعة حلوى لحين ميسرة، وبقيت لا أجد نفقة يومي، وطال شعري واتسخ بدني، وكان البقال يسخر مني ومن كتبي ويقول لي: أقبل وصيتي، لا تضيع نفسك، أعطني كتبك لأستعملها وقودا، كتبك لا تساوي حزمة خضار. وفي ليلة ازداد فيها كربي إذ جاءني خادم الأمير، وقال: الأمير يطلب حضورك. فقلت: ما يصنع الأمير برجل بلغ به الفقر إلى ما ترى؟ قال الخادم: أعطاني الأمير لك الملابس والطعام والبخور، البخور يعني العطر. فاستحممت وتبخرت وأكلت ثم ذهبت للأمير. قال الأمير: يا عبد الملك، قد اخترتك لتعلم ابن الأمير رشيد الآداب واللغة والتاريخ. ثم أعطاني الأمير كيسا به 1000 دينار. فرجعت إلى داري وأخذت بعض الكتب التي يحتاجها ابن الأمير، وأقعدت في الدار عجوزا من أهلنا تحرسها. وصلت إلى بغداد ودخلت على الأمير الرشيد فسلمت عليه. رد علي السلام وقال: أنت عبد الملك بن قريب الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: إن ولد الرجل موجة قلبه، وأسلم إليك ولدي بأمانة الله، فلا تعلمه ما يفسد عليه دينه، فلعله أن يكون للمسلمين إماما. قلت: السمع والطاعة. ولزمت قصره، وفي كل شهر يمنحني 10,000 درهم. وظللت مع ابن الأمير حتى قرأ القرآن وتفقه في الدين، وروى الشعر واللغة، وعلم أيام الناس وأخبارهم. وتابعه الرشيد فأعجب به. قال: يا عبد الملك، أريد أن يصلي ابني بالناس في يوم الجمعة، فاختر له خطبة وحفظه إياها. فحفظته عشرا وصلى بالناس. ثم استدعاني الرشيد وأمر لي بالمال الكثير والكسوة، وطلبت منه أن أرجع للبصرة، ووافق الرشيد. ورجعت محملا بالمال، وأعطيت للفقير والمسكين وابن السبيل ولكل ذي حاجة. وبنيت داري على أحسن وجه، وجعلت لي البستان الواسع، وبه أجمل الأشجار المثمرة. ذات يوم دخل علي رجل مسكين عليه رداء متواضع وجبة قصيرة وقميص طويل، وفي رجله خف. تأملت وجهه فتذكرته. قلت: أنت البقال الذي كان على باب الزقاق؟ قال: نعم يا سيدي، لكني أفلست وبعت دكاني. قلت له: لو كنت قبلت وصيتك وجمعت ما عندي من كتب لتحرقها كما أمرت، ما كنت أعطيت علمي للآخرين لينتفعوا به. قال لي: جمع ديك الكتب اللي قلتي لي ومشي نحرقها، راه ما كتنفع والو. كل راه ما عاونت الناس بالعلم اللي عطاني الله سبحانه وتعالى. وما كان أجري كل ما ترى، وما كان أجري كل ما ترى، لكني سأنسى سخريتك مني أيها البقال. سأعطيك المال لتفتح دكانا جديدا على باب الزقاق، وكلنا ننتظر الفرج الذي يأتي بعد الشدة.